Burkina Faso. منتخب بوركينا فاسو Les étalons on their 13th outing. لعب نهائي كأس أفريقيا سنة 2015 أمام نيجيريا. منتخب بوركينا فاسو سيتواجد في ملعب السلام في بواكي. هي المجموعة التي سيبحث عن الالتحاق بها منتخبات التصنيف الأول باعتبارها المجموعة الأسهل لحدود. مالي يلتحق بالمجموعة الخامسة إلى جانب جنوب أفريقيا وناميبيا ومدينة كوروغو. ملعب أمادو جون كوليبالي. أنظار الفنيين والتقنيين تتجه إلى المجموعات الست. مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا في المجموعة الخامسة. أما الكونغو الديمقراطية فتتحول إلى المجموعة السادسة في سان بيدرو. ملعب لورمبوكو. زامبيا، تنزانيا والكونغو الديمقراطية. يبدو وأن الذي يتناسب مع إمكانيات الفريق الوطني وسيساعد كثيرا الفريق الوطني على التألق والتواجد في هذه المجموعة الثانية إلى جانب غانا والرأس الأخضر والموزمبيق، باعتبار أن هذه المباراة ستلعب ومباريات هذه المجموعة ستلعب بملعب فيليكس أوفويت بونيي في مدينة أبيجان. ديدي دروغبا في ملعب فيليكس أوفويت بونيي. ضيع ديدي دروغبا فرص التأهل لنهائيات كأس العالم مع منتخب الكوت ديفوار لما انهزم أمام الفريق الوطني تصفيات مونديال روسيا سنة 2000. منتخب المصري ومن سيلعب في العاصمة أبيجان في ملعب فيليكس أوفويت بونيي إلى جانب غانا الرأس الأخضر والموزمبيق. all the way to 2010 in Angola. They will be completing Group B where they're joined by Ghana, مصر، غانا، الرأس الأخضر والموزمبيق. سنتحول إلى المجموعة الثالثة وملعب ياموسوكرو. ملعب شارل كونامباني. كاميرون، غينيا، غامبيا. إلى جانب السنغال، المنتخب السنغالي. مجموعة قوية. أسود الثرنجة بطل إفريقيا إلى جانب الكاميرون، غينيا وغامبيا. The Lions of Teranga, they're the defending champions. Senegal remain unbeaten in the qualifiers. Sadio Mane, you'll be leading the team with so much pride. You'll be playing in Yamoussoukro. ساديو ماني سيلعب في ياموسوكرو في ملعب شارل كونامباني. History with Cameroon has a special place in your heart. You'll be playing Guinea and the Gambia. DJ please. نتحول إلى ديدي دروغبا. هذه المرة بوركينا فاسو، موريتانيا، أنغولا. إلى جانب ألجيريا، المنتخب الجزائري. The two-time champions, they dominated the qualifiers and are ready for a really strong comeback. الذي يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب بوركينا فاسو، موريتانيا وأنغولا. إلى المجموعة الخامسة مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا تونسيا والمنتخب التونسي في كوروغو في ملعب أمادو جون كوليبالي. وبالتالي تعرفنا في ديرتنا على مجموعة الفريق الوطني الذي سيلعب مباريات الدور الأول في ملعب لورمبوكو في سان بيدرو. مجموعة تضم الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. المجموعة السادسة منتخب أسود الأطلس يلعب في المجموعة السادسة في ملعب لورمبوكو في سان بيدرو. المجموعة السادسة فيما أقوى مجموعة. يبدو أن المجموعة الثالثة منتخب السنغال، الكاميرون، غينيا وغامبيا. مباريات التي تجرى في العاصمة ياموسوكرو في ملعب شارل كونامباني.